السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم النهارده معايا بسكوت صيامي او بسكوت ينفع لحساسية الألبان. طبعا اطفال حساسية الألبان بنكون مش عارفين نديلهم حاجة حلوة معاهم في المدرسة او في الحضانة. وبيكونوا عايزين يكونوا زي زمايلهم، يعني ياخدوا حاجة جاهزة مش احنا اللي عاملينها في البيت وكده. لقيت البسكوت ده نازل ان هو مكتوب عليه بسكوت صيامي. بصيت على المكونات بتاعته. هو مصري. والمكونات بتاعته مفيش فيها اي مشكلة مع حساسية الألبان. زي ما انتوا شايفين كده، دقيق وسكر ودهون نباتية ونشا ومكونات الرفع بقى اللي هي البيكربونات الصوديوم والصويا وبيكربونات الألمونيوم وكده. فهو مفيش فيه اي مشكلة، بس فيه جلوتين للي عنده حساسية جلوتين مش هينفع معاه. الوزن بتاع العبوة دي 750 جرام، فهي يعني وزنها كويس جدا. وفي منه بالفانيليا وفي منه بالكاكاو. 750 جرام ب40 جنيه. انا جايباه من على امازون، مش عارفة في المحلات سعره ايه او موجود فين. العبوة بتبقى جاية كده فيها باكيتات، كل باكت فيه بسكوتات كده صغيرة. انا فتحته وجربته، حلو ومقرمش، واكنه يعني ينفع مع الشاي او كده، فهو ظريف جدا. الايام دي اللي صايمين من الاقباط او اللي عندهم حساسية ألبان. ده شكل الشوكولات وطعمه كمان حلو قوي. وده اللي وبالتالي كمان سعره كويس عادي، زي اللي نشتريه، وهيقعد وقت طويل. بس نحفظه بس كويس في علبة عشان لما نفتحه ما يطرش معانا. وده شكل اللي بالفانيليا. بسكوتات اهي كتير، يعني هتكفيكي وقت كبير جدا. والطعم كويس، يعني قريب جدا من اي بسكوت عادي خالص، ما فيش اي فرق في الطعم، فبنصح بيه.